بصي بقى، لما اقول لك انا عندي مبدأ، اما اقول لبنتي انا هعمل لك الجاتوه في البيت يبقى هعمله في البيت. بصي تعالي شوفي بقى الحلاوه والجمال ده. بصي، اما اعمل لها 10 قطع جاتوه شاتوه بشوكولاته من غير شوكولاته. بصي الجمال، بصي الحلاوه. يبقى سقفه لنفسي، انا هسقف لنفسي اهو. انا كده هسقف لنفسي واقول لنفسي برافو عليكي، شطوره. بصوا الجمال والحلاوه دي. انا عاوزك بس تبصي الجمال والحلاوه دي. بصوا، بصوا علو الكيكه قد ايه، بصوا جمالها قد ايه. يا لهوي على طعمتها وجمالها. بصوا بقى الحلاوه، ايه ده الحلاوه دي بقى. بصوا الحلاوه، ايه ده بقى، ايه الحلاوه دي. بص 3 طبقات، اوعى وشك. بصوا الجمال والحلاوه. لا شابوه ليا بجد، بجد شابوه ليا، تحفه. سقفه كمان، بجد بجد سقفه كمان ليا. اما اعمل 10 قطع وحته الجاتوه. بصي بصي حته الجاتوه، بصي على الجمال، بصي تفاصيلها وجمالها. ايه ده بقى الجمال. بصي بصي بصوا الهيشان والطريان الجميل. بصوا بصوا الجمال. بصي بصي حته الجاتوه بتتكلم على نفسها. بصوا بصي الجمال والحلاوه. ايه ده بقى، ايه ده، ده ايه ده، ده عظمه بجد، ده عظمه حقيقي، عظمه. انا بعمل عظمه بجد. بسطت ولادي وعملت لهم حاجه جميله، حاجه مش مكلفه في البيت، ويعتبر اكني عامله دستة جاتوه. طيب تعالي نشوف عملنا دستة الجاتوه دي ازاي، والحلاوه والشياكه والجمال ده ازاي. وسقفه ليا تاني بجد، وشابوه ليا بجد بجد، شابوه ليا وسقفه ليا. تعالوا نشوف عملنا الحلاوه والجمال ده ازاي. تعالوا نبدا. معايا بوله احط فيهم 3 بيضات ورشه فانيليا، واحط عليهم كوبايه سكر، بضربه بالمضرب كويس. ضربت البيض كده مع السكر مع الفانيليا، هنزل عليهم بكوبايه لبن. بسم الله الرحمن الرحيم. اضربهم تاني. معايا نص كوبايه زيت، هنزل عليها كده. هو المضرب شغال. القوام فتح ازاي، انا عاوزه كده القوام دوت افتح كده. انا خلصت الخليط بتاعي اهو. جبت بوله نضيفه هنزل فيها بكوبايه ونص دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. كوبايه ونص دقيق دول انا نخلاهم، حطيت عليهم رشه ملح، يعني نخلتهم وحطيت عليهم رشه ملح. وهنزل عليهم بايه تاني، هنزل عليهم بكيس بيكنج باودر او شيف كيك. انا عندي شيف كيك حطيته اهو. وهنزل عليهم بمعلقتين كبار هرميين كاكاو خام. تمام. هقلب المواد الجافه كده مع بعضها. وهتنسي رشه الملح. هنزل بقى بالمكونات اللي انا ضربتها. بسم الله الرحمن الرحيم. واقلبهم بقى ايه مع بعضيهم. انا خلصت اهو ضرب. بصوا ده القوام المظبوط. اخر حاجه بقى هحطها معلقه خل كبيره وهقلب. ومعايا صينيه بتاعتي البايركس دهنيها زيت، رش عليها رشتين زيت كده كويسين. وهقلب الخليط كده، وهنزل بالخليط في الصينيه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا صبيت الخليط كله اهو. اعمل كده بالخله عشان اطلع ايه هو جوه الكيكه بتاعتي. مش هخبط الكيكه، مش هخبط الكيكه كده. وانا مشغله الفرن من قبل ما اصور، وانا كنت بحضر الحاجه وهدخلها في الفرن وارجع لكم تاني.
تعالي بقى نحضر الكريمه بتاعتنا. الكريمه عباره عن ايه؟ نص كوبايه ميه تلج ساقعه يعني متلجه، ونص كوبايه كريم جانتيه، ومعلقتين سكر كبار، ومعلقتين كاكاو عشان الكريمه تبقى غامقه، وهضربهم ايه مع بعض. انا عملت الكريمه بتاعتي اهيت. الكريمه دي يعتبر اقتصاديه خالص، مش مكلفه اي حاجه لانها معموله بحاجات بسيطه جدا. نص كوبايه ميه ساقعه، ونص كوبايه كريم جانتيه، ومعلقتين سكر، مش محطوط لها اي حاجه تاني، يعني حاجه اقتصاديه خالص، حاجه على قدنا. تعالى بقى نعمل ايه دلوقتي. صوص اقتصادي كده اللي هحطه على الوش ازوق بيه، لا اما هعمل اسمه جناش، يعني جناش اقتصادي او صوص اقتصادي. انا حطيت هنا ايه، حطيت على نص كوبايه لبن، وعليهم ربع كوبايه سكر، ومعلقتين كبار كاكاو خام. تمام. وهضربهم بالهاند بلندر اهو بشويش كده، واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. هضربهم كويس جدا، وبعد كده هنزل عليهم بالزيت واحده واحده لغايه ما القوام يتقل ويبقى جناش او صوص زي ما انا عاوزاه يعني. وده كده القوام اللي انا عاوزاه بالظبط، القوام مظبوط. بصوا الجمال، بصوا. تعالوا بقى نشوف الايه، الكيكه بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله. دي الكيكه بتاعتنا اهيت. عملت لها اختبار بالخله ولقيت الحمد لله استوت. بصوا جميله بس لسه سخنه. هسقيها بقى لبن اهو، انا هسقيها لبن كده، وهسيبها تهدى بردك شويه تاني، واقول لك دلوقتي على والكيكه بتاعتي بردت خالص اهي. تعالوا بقى ايه نزوقها، المكياجة حلو، المكياجة ونزوقها. هنزل بقى بالكريم جانتيه كده كله اهو، نحطه كله وافضيه كله، وبعد كده ارجع لكم تاني. اهم حاجه ساوي السطح بتاع الكريمه كده، ساوي السطح كده، متخليش حته عاليه وحته واطيه. حط كريمه بتاعتك كده وسويها، ساوي كده. وبكده انا خلصت الحلاوه بتاعتي والجمال. بصوا الجاتو بتاعي الجميل ده، ايه رايكم؟ 10 قطع اهم، تعالوا نعدهم مع بعض. 2 4 6 8 10. بسم الله ما شاء الله عليهم. جاتو شاتو اقتصادي، على قد ايدينا، جميل حلو نفرح بيه ولادنا، ويكون بسم الله ما شاء الله حاجه ماليه البيت. النهارده الخميس تفرحي بيهم اولادك، عشان النهارده بكره الجمعه اجازه، هم تعبوا طول الاسبوع، فلازم تعملهم حاجه تفرحهم. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسيش اللايك والمتابعة عشان تشوفي كل جديد عندي ايمي وبس. اشوفكم بخير.